السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا واهلا بيكم في مطبخ ساسي. ان شاء الله النهارده هعمل صينيه الخضروات بدبابيس الفراخ. يلا نشوف الطريقه. اول حاجه في طاسه على النار هضيف زيت. مش هضيف زيت كتير عشان خاطر لسه هيبقى فيه حاجات برضو فيها دهون. هضيف 6 دبابيس فراخ في الزيت. تاخد لون بس يعني خفيف كده تصفر، اقوم اقلبها. هضيف عليهم 2 فلفل اخضر او اي فلفل، ومعاهم برضو معايا دي انزلها عليهم. هضيف معلقه كبيره صلصه. الصلصه دي انا عاملاها في البيت، هنزل طريقتها ان شاء الله في اخر الفيديو. تقدري تحتفظي بيها بره التلاجة لمدة سنة بحالها بره التلاجة. معلقة صغيرة توم، حوالي 5 فصوص توم كبار مفرومين. ممكن احط معلقة صلصة كمان. هنزل عليهم 3-4 بصلات صغيرين، يعني حوالي بصلايه كبيره بس متقطعه على شكل 4 مكعبات. وفي بصلايه وقعت مني اهي، دي واحده كمان. انا بحب احطهم بحالهم. معايا حوالي 2 طماطم متقطعه، طماطمتين حجم متوسط. انا معايا طماطم صغيره قطعتها صغير. معايا طبق مشروم حوالي 200 جرام. ممكن تستغني عن المشروم لو مش عندك يعني. ممكن تحطي اي خضروات تانية لو تحبيها. ممكن مثلا تحطي اسمه ايه، حلوه، تبقى حلوه قوي برضو الكوسه. ممكن تعمليها بالكوسه تبقى جميله. معايا 4 بصلات حجم متوسط مقطعاهم قطع صغيره شويه كله على بعض. معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره بهارات لحمه او بهارات فراخ او بهارات مشكله اللي تحبيه، معلقه صغيره كمون. هضيف كوبايه ميه سخنه على الخليط، وهضيف ملح حسب الرغبه. هغطيها واسيبها لمدة 5 دقايق لحد ما تغلي. في صينية هنزل الخليط كله وهدخله الفرن. احط بس الدبابيس على ايه، على الوش. وهضيف معلقة كبيرة سمنة زبدة على الوش قطع. ممكن تستغني عن الزبدة اهي اهي. ورق فويل وهغطيها.
الفرن سخن على درجة حرارة 200. هتدخل لمدة 40 دقيقة، وبعدين هشيل الورق الفويل وهسيبها بقى تاخد وش كده، يحمر وشها لمدة ممكن 10 دقايق او ربع ساعة على حسب. بتمنى الصينية تكون عجبتكم النهاردة، وبإذن الله هنزل المقادير مكتوبة تحت الفيديو في صندوق الوصف. هتلاقي مكتوب اضغط هنا لمشاهدة المقادير، هتلاقي رابط اضغطي عليه هيدخلك على البلوجر، هتلاقي الطريقة مكتوبة وبالصور. مستنية تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو ان شاء الله، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. كانت معكم سيسي من مطبخ سيسي مصر. باي باي.